حسام حسن النهارده في برنامج رامز جلال كركب الدنيا خالص بالنسبه للزملكاويه. حسام حسن بيقول لك ان الافضل لزيزو ان هو يروح النادي الاهلي، غير كمان ان نسبه انضمام امام عاشور لمنتخب مصر تتعدى ال 90%، وبالنسبه لاحمد حجازي نسبه انضمام منتخب مصر في ظل وجود حسام حسن 1%. طبعا حسام حسن نزل بيان بعد البرنامج على طول، قال لك انا يا جماعه انا ما قلتش كده على زيزو ان هو يروح الاهلي افضل، لا، قلت هو لعيب في الزمالك هيبقى افضل برضه، ولو مشي من الزمالك يروح الاهلي افضل، هيقدم افضل يعني، لان في اجزاء كتير من البرنامج اتمسحت بناء على رغبه حسام حسن على فكره. فالكلام ان حسام حسن اللي قال ان زيزو يستلم على الزمالك ده ما اتذاعش على فكره، اتقطع من ضمن الحاجات، اتمنتج يعني بناء على رغبه حسام حسن. اما التصريح الاكبر بالنسبه لي بقى هو حلم حسام حسن تدريب النادي الاهلي، حلم من احلامه. تخيل مدير فني منتخب مصر ماسك منتخب مصر، حاجه كويسه وحاجه حلم من احلام اي حد، ولكن تمسك اكبر حاجه في كرة القدم في مصر منتخب مصر ويكون حلمك النادي الاهلي، اعرف النادي الاهلي